السلام عليكم يا حبايبي. النهارده هنعمل تخزين الملوخيه في الفريزر بطريقه سهله جدا من غير تعب، يعني ان شاء الله تعجبكم. جربوها باذن الله هتعجبكم. انا عندي ملوخيه غسلتها وقطعتها الاول. طبعا هنسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جبنا الملوخيه وقطفتها، غسلتها كويس جدا مرتين ثلاثه، وبعد كده صفيتها في المصفى. احطها بقى على اي قماشه عندك، كيس مخده، اي حاجه عندك نضيفه ومغسوله ومغليه، اهم حاجه. احطها كده وبعدين ما اسيبهاش في الجو، هقول عشان انشفها اسيبها كتير. احنا مش عايزينها تبقى جافه، لا، عايزين بس الميه الكتيره تنزل منها. اي حاجه صفرا نقابلها كده نحاول نشيلها وننشف كده كده. هنسيبها بتاع اقصى حاجه ساعه على ترابيزه السفره، على الرخامه زي هنا كده، حسب المكان اللي عندك. نصفي منها الميه كويس جدا جدا، عشان مش عايزينها لما نيجي نشيلها في الفريزر الميه دي هتعمل كريستالات كده، تلج. مش عايزين احنا ده، عايزين نقلل منها الميه قدر المستطاع. عندك بشكير خلاص ما حدش بيستخدمه، اغسليه وخليه الحاجات دي ويتغلي ويتكوي، يعني يا ريت احسن. اهو كده، ونسيبها بقى شويه. عملنا كده وما نفضلش مكلفتينها نفتح بقى كده ونفرد. هتنزل اي ميه فيها عشان طبعا لسه مغسوله. هنسيبها بتاع نص ساعه. الجو حر هيخليها تساعد، لان الملوخيه مش بتقعد كتير، نبقى شايلينها حتى تقعد معاكي من السنه للسنه. تعملي اكياس اكياس. بعد ما تنشف هنعمل ايه؟ بكل بساطه هنجيب الاكياس بتاعتنا تكون جفت عن كده، ما تبقاش ايدينا كلها لسه ميه. نحط الملوخيه بتاعتنا جوه الكيس، نطلع الهواء ونلفها باقصى قوه من غير خرط ولا اي حاجه. لما نيجي نستخدمها نحط الشوربه على النار تكون بتغلي، تطلع الملوخيه ما تقعدش ثانيه بره الفريزر. ما اقولش هتفك، لا، مفيش هتفك. اطلعها، يا اما لو عندك هاند بلندر هتحطيها في الشوربه وتضربيها على طول، او كبه او خلاط، او كبه او خلاط من غير ولا ميه ولا شوربه فيها ولا اي حاجه. هي عشان بتبقى متجمده الورقه، فسهله جدا بتتضرب وتبقى زي ناعمه جدا جدا كأنك خرطها بمنتهى. يبقى وفرنا الخلط وحفظنا الملوخيه عندنا كل طول السنه. بره بنشتريها بصراحه ربنا ما بيبقاش طعمها قد كده. انا ما بحبش اللي هي بتاعه السوق. غسلاها ومنضفاها بطريقتك وحافظاها، تبقى عندك موجوده طول السنه وسهله. مفيش بقى المخرطه والخرط والحاجات دي، بس هي الجف. ونعبيها بقى في الكياس واوريها لكم باذن الرحمن. الملوخيه كده لما جفت كده تقريبا معظم الميه، نحط بقى كده في الكيس على قد الطبخه. نزلها كده تحت، اعملها على 2. نلف بقى كويس جدا جدا جدا، نطلع اي هوا. بصوا، اي هوا. من اي هوا. كأننا بنعمل ورق العنب اللي بنشيله من اي هوا. هيطلع معاكي كده. نعبي التانيين برضو، تطلع بقى زي ما هي على الكبة، ولا اروع ولا اجمل. كل مرة تجيبي كمية اكبر وتشيلها، هتبصي هتلاقي عندك ملوخية طول السنة وهي ناشفة، مش جافة، بس المية صفيناها. خضرة وجميلة جدا جدا، شوربة سخنة جدا، وهي تنزل تتضرب على طول معاها. اي ورقة ملوخيتنا. ونغسل دي برضو اللي احنا بننشف فيها ونغليها تاني. معلش الحبة الأخرى دول حرام. برضو بنفس الطريقة.
الناس تطلع اي هوا من هنا من تحت زي ورق العنب بالظبط. وعلى الفريزر هذه الملوخيه بتاعتنا المجففه، طريقه سهله جميله جدا، ولما نيجي نطبخها ان شاء الله اوريها لكم باذن الله. رب تجربوها وتعجبكم وتقولوا رايكم فيها ايه. جميله جدا جدا.